السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة كروشيه ستايل. معاكم هدى عبد المنعم. النهاردة إن شاء الله هنواصل مع بعض استغلال الخيوط المكرمية الكتير والألوان الكتير والبواقي القليلة الموجودة عندك. بواقي قليلة يعني كميات كبيرة من ألوان قليلة، يعني مثلا بواقي قد كده اهو، حاجات كتير يعني زي كده. انا عندي حاجات كتير قوي باقية من شغل برضو، فبحاول استغلها بشكل يكون عملي واستفيد منه. يعني النهاردة هنستخدم الثلاث الوان دول بالترتيب الموجود زي ما انتم شايفينه كده بالظبط. يعني هنبدأ بده وبعدين ده وبعدين ده. المفروض ان احنا كل مرة بنغير في الستايل بتاع الشغل، وبنغير كمان في تنظيم الالوان بتاعتنا على حسب ما ذوقك يعني يحب، وعلى حسب كمان طريقة تنسيقك للألوان. خلاص، أول حاجة هنشتغل النهاردة بشكل مختلف عن كل مرة. خلاص، هبدأ معاكي بعمل دايرة سحرية. طبعا الخيط مكرمية مصري، الإبرة رقم 4.5. دي حاجة احنا عارفينها من زمان، يعني أنا أغلب شغلي بشتغل بالإبرة رقم 4.5. بشوف إن هي أنسب حاجة للخيوط المكرمية المصري، اللي هي الخيوط المتوسطة السمك يعني. عملت دايرة سحرية، هرتفع 3 سلاسل وهشتغل 12 عمود. 12 عمود بلفة جوه الدايرة السحرية. الثلاث سلاسل دول بمثابة اول عمود طبعا. خلصت 12 عمود بلفة. المفروض ان احنا هنقفل الدايرة دي وهنقص الخيط. خلاص، ده اخر عمود عندي. خلاص كده هقص الخيط زي ما بنقص الخيوط كل مرة. بنقفل اخر غرزة معانا عشان يبقى شكلها مظبوط. هنسحب الخيط كده. خلاص، وهدخل في اول عمود انا عملته، شايفين هنا، وهسحب الخيط. يعني بعد 3 سلاسل هسحب الخيط كده، وهدخل هنا برضو، هدخل بالابرة من هنا، شايفين كده، اقرب شوية، وهسحب الخيط هدخله من هنا، شايفين كده. كده بقى عندي 12 غرزة هشتغل فوقيها. خلاص، يعني لو عدينا من اول دي، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. خلاص كده شغلنا مظبوط جدا جدا. خلاص كده هننضف الخيط ده علشان نعرف نشتغل بعد كده. يعني احنا هنحاول ننضف شغلنا اول باول علشان ما يحصلش معاكي اي لخبطه. الصورة شويه. تاني حاجه هنجيب اللون التاني. شفت بس، هنشوف الجزء التاني من شغلنا. نمسك الخيط كده وندخل في اي غرزه منهم. هما كلهم المفروض هنشتغل 12. 12 غرزه هنا هنشتغل فيهم كلهم. خلاص، في اي غرزه هنخش فيها مش مشكله خالص. ادي سلسله 2 3، ارتفعنا 3 سلاسل. هلف الخيط وادخل تحت الغرزه واشتغل عمود بلفه غير مكتمل. خلاص، كمان عمود بلفه غير مكتمل. خلاص، وهلف الخيط واسحب الخيط منهم كلهم، وهقفل غرزة غرزة اللي هي الغرزة اللي احنا اشتغلناها دي يعني.
خلاص سحبت الخيط من اللفات اللي على الابرة كلها. هدخل في الخيط وادخل في الغرزة اللي بعدها وهعمل نفس الحكاية، 3 عمود بلفة غير مكتملين. ادي 1 2 كده معايا 3. تالت عمود بلفة غير مكتمل، معايا 4 لفات على الابرة. هلف الخيط وهسحب منهم كلهم وهقفل الغرزة اللي بعده. برضو هنشتغل بنفس الطريقة، عمود بلفة غير مكتمل، ادي تاني 1 برضو غير مكتمل، ادي التالت. خلاص هسحب الخيط منهم كلهم واقفل الغرزة. هشتغل من الغرزة دي هشتغل 12 غرزة على قد ال 12 غرزة اللي عندي تحت. انا اشتغلت 3، فاضل لي كده ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 كده بالظبط 12 غرزة. هخلصهم وارجع اوريكم ايه الخطوة اللي بعد كده. خلصت كده السطر ده، شايفين جميل قوي ومظبوط على الاخر. دي اخر غرزة عندي هقفلها، وبعدين هنشتغل نقفل هنا بمنزلق، نقفل القفلة المظبوطة بتاعت كل سطر. هنقص الخيط، شايفين بناخد حاجات بسيطة قوي من كل لون، عشان كده اي بواقي عندك بتبقى مناسبة جدا لعمل اي حاجة بكذا لون. هندخل في اول غرزة عندي وهسحب الخيط وهدخل هنا، هدخل هنا شايفين هنا اهو، وهسحب الخيط هنظبط كويس. شايفين هيبقى برضو شكلها زي ما تكون مش باينة اصلا ان هي قفلة سطر. خلاص هندخل بقى هنا ورا الشغل ده، ورا الخيط كده، وهنضف الخيط بتاعي عشان هقصه هو كمان. دلوقتي هجيب اللون التالت. خلاص طبعا اي غرزة هندخل فيها هنشتغل فيها. هنسحب الاول الخيط ونعمل سلسلة 2 3 3 سلاسل الارتفاع دول بنحسبهم عندي اول عمود. خلاص هندخل تاني ونعمل عمود غير مكتمل، كمان عمود غير مكتمل، وكمان عمود غير مكتمل. دول كده بمثابة 4 عمود غير مكتمل. معايا كده 4 لفات على الابرة. هلف الخيط واطلع منهم كلهم وهقفل الغرزة وهشتغل بعديها غرزة. خلاص هشتغل بعديها ايه غرزة. خلاص وبعدين هدخل في اللي بعديها. هو احنا بنعتبر ده كفراغ بس هو مش فراغ يعني، بس احنا بنشتغل فيه. شغلنا كله بيبقى بين الغرز الكبيرة دي وبين بعضها. خلاص ادي التانية. خمس لفات على الابرة، ودي تاني غرزة. اول غرزة بس هي اللي كان فيه 4 لفات على الابرة، لان انا عندي واحدة بتاعت الغرزة اللي قبليها. خلاص ادي هلف الخيط وهسحب منهم كلهم وهقفل الغرزة وهشتغل بعديها سلسلة، وهكذا يعني هشتغل بين كل غرزة وغرزة. هشتغل 4 عمود غير مكتمل وهلف الخيط واسحب منهم كلهم. هيبقى عندي 5 لفات على الابرة، هلف الخيط واطلع منهم كلهم واقفل الغرزة بقى واشتغل بعديها سلسلة. هذه ال5 لفات هشتغل كده. خلاص هكمل زي ما انا ماشية كده، هكمل السطر كله برضو هيبقى عندي 12 غرزة. احنا كل شغلنا 12 12 12. خلاص هنشتغل ال 12 دول وهنرجع نشوف ايه الخطوة الجاية. خلصت كده السطر ده وقفلت
خلاص سحبت الخيط من على اللفات اللي على الابره، هقفل الغرزه وهشتغل بعديها سلسله. المفروض دلوقتي بقفل بمنزلقه في اول غرزه انا اشتغلتها. طبعا هنا مش هنقص الخيط، هنشد بس عشان نكمل شغل. هنكمل شغل فيه بنفس اللون اللي معايا ده الاخير. خلاص هنرتفع سلسله وهشتغل في نفس المكان غرزة حشو عادية. خلاص غرزة حشو عادية في الغرزة اللي بعديها، وهاجي عند الفراغ هشتغل 2 غرزة حشو. خلاص وهدخل في الغرزة اللي بعدها وهشتغل غرزة حشو، وفوق الغرزة دي غرزة حشو. الفراغ هنشتغل فيه 2 غرزة حشو. خلاص والغرزة دي شايفينها، الغرزة دي هنشتغل فيها غرزة حشو، والغرزة دي غرزة حشو، والفراغ هنشتغل فيه 2 غرزة حشو. بحاول بختصر عشان ما اطولكوش في الفيديو. الغرزة كلها سهلة وجميلة والحاجات طالعة مترتبة ما شاء الله حلوة قوي. اما نخلص هتشوفوا الشكل الجمالي النهائي، هتبقوا مذهولين الصراحة. خلصت السطر ده كمان، عملنا 2 غرزة حشو في كل فراغ، وفي غرزتين فوق الغرزة الكبيرة دي. خلاص غرزة على غرزة القفلة بتاعت الغرزة وغرزة على السلسلة اللي بعدها. خلاص فدلوقتي هنقفل بمنزلقة في اول غرزة عملناها. خلاص كده وهدخل في الغرزة اللي بعدها في الحلقة الخلفية وهشتغل غرزة حشو في الحلقة الخلفية. دلوقتي قفلت بمنزلقة وهدخل في الحلقة الخلفية وهشتغل غرز حشو. هعد وانا بشتغل غرز الحشو دي 23 غرزة. خلاص ادي 2 3 4 5 6 هعد 23. اشتغلت 23 غرزة حشو في الحلقة الخلفية. هرتفع سلسلة وهلف الشغل وهشتغل غرز منزلقة في الحلقة الخلفية برضو، يعني هسيب سلسلة الارتفاع وهشتغل في الغرزة اللي بعدها على طول غرزة منزلقة، وهكمل غرز منزلقة في 23 غرزة حشو اللي انا اشتغلته. خلاص هخلصهم غرز منزلقة وهرجع اقولك الخطوة اللي بعد كده هنعملها ايه بالظبط. اشتغلت غرز منزلقة في الحلقة الخلفية وده هيبقى شكلها من بره. شايفين شكلها حلو قوي، ما يبانش ابدا ان ده ظهر الشغل، شكلها مظبوطة قوي. هنقص الخيط بقى. المفروض قبل ما نقص الخيط بنسيب حوالي متر او مثلا 70 سنتي عشان نبقى نخيط بيهم الشغل بتاعنا لو هو مكون من اكتر من قطعة وهنخيط فيه. خلاص فانا هقص الشغل بتاعي وهسيب خيط وهوريكي بعد كده. جهزنا القماشة، قطعة القماش اللي هنعملها كبطانة للجزء المدور. شايفين المدور اللي في النص ده كده، يعني مش هنبطن الجناب دي. وبعدين هنجيب فرع السوستة ونركبه كتكملة للجناب بتاعة القطعة المدورة دي. يعني هبدأ من اول الجناب اللي عندي دي وهركب السوستة كده وهاخدها بشكل مدور كده وانا ماشية لغاية اما اوصل بيها لغاية هنا. طبعا هنبقى مريحينها، مش هنبقى شادين عشان ما تزرزرش مننا، وفي نفس الوقت عشان لما اركب الناحية التانية تبقى مظبوطة عندي بشكل كفاية. خلاص هركب معاكم اول جزء من هنا عشان بس نعرف الطريقة وبعدين انا هكمله لوحدي. اول حاجة هبدأ من هنا، بس هظبط الاول وبعدين هبدأ الخياطة. شايفين هدخل من هنا الاول عشان العقدة بتاع الخيط. ايوه وهشوف انا رايحة فين عشان ادخل الخيط الابرة من وسط الخيط عشان ما تبانش ويبقى شكلها مش حلو. خلاص هثبت كده. طبعا لو مش الموضوع صعب ممكن نثبت بإبر الاول وبعد كده نبدأ نخيط على طول.
هنحاول نخيط بشكل مداري او خياطة سحرية يعني. شايفين؟ هنخيط، هكمل الجناب دي كلها وبعدين هرجع اوريك الخطوة الجاية. خيطت كده قطعة القماش اللي هي البطانة بتاعتنا، شايفين؟ هنقصها على قد القطعة المدورة بالظبط، ولو القماش تخين شوية فمش لازم نتني الاطراف. هنخيط، نحاول نخلي الخياطة مدارية بقدر الامكان، وبعدين هبدأ اركب السوستة. هبدأ من اول هنا، طبعا الكلام ده قبل ما اقص الخيط اللي هو ده اللي بخيط به البطانة. هدخل على طول واخد طرف السوستة واثبتها. نحاول من بره برضو الخيط بتاعنا ما يبانش، ودي اسهل طريقة لتركيب السوستة في الشغل اللي هو اكتر من قطعة. نركب السوستة الاول بعدين نجمع الشغل. خلاص كده السوستة ثبتها. هحاول برضو ادور عليها كده زي ما عملت البطانة. هخلص كده كله وهرجع اوريك تاني.